السلام عليكم. عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم خير علينا وعليكم جميعا يا رب. النهارده قلنا معاكم هنعمل بقى حاجه يعتبر مختلف. احنا كنا زمان لما نعوز نعمل كباب كنا بنجيب الغله دي وهي خضرة ونمسكها نحمرها في الفرن ونحمصها ونفركها ونطلع منها فريك. دلوقتي يعني الناس اتقدمت الاول كنا بنعمل اول برضو الكباب دي. كنت الاول كنت بعمله بطريقه ان انا اجيب شويه رز واغسلهم واحمر وانشرهم حبه، واقوم هي عامله كباب، محضره بقى الخلطه بتاعته وعامله كباب. دلوقتي في طريقه سهله وسريعه ومهاش يعني مكلفه حاجه ومش بتتعبك اللي في العمايل. الاول كنت نفر كان بيمسك على الخلاط يقعد يعمل الرز ويعمل الفريك ويعمل الحاجات دي كلها على الخلاط ويعمل الخلاط. ممكن يعطر وممكن يجرى له اي حاجه. دلوقتي احنا اكتشفنا اكتشاف تاني نجيب شويه الغله العاديه بتاعتنا اللي هي العاديه اللي احنا بنعملها جمح وكده، اللي هي الجمح وبنعمله دقيق للخبيز وكده. نحمر حبة غلة في الفرن بهذا بالطريقة دي. يعني امي كانت بتعمل الطريقة دي على طول، هي اللي بتعملها. كنت باخد منها شوية كده وهم معمولين جاهزين. انا اول مرة اعمله بس والله العظيم اني يعني مش عارفة اقول لكم على ريحته جميلة وهو لسه طالع من المكنة، نزل المكنة كده. ريحته جميلة، ريحته حلوة خالص 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 صراحة. يعني الحاجة بتبان من عنوانها. الحاجة بتبان من عنوانها. مسكت شوية غلة، طلعت شوية غلة في الشمس حلوة، حمصتهم من الغلة اللي انا كنت مخزناها معاكم في اول السنة. غسلتها حلو ونشرتها، بس غسلتها يعني مع نفسي وحمصتها حلو تحمصها حلوة ولميتها. ومسكت بقى احمرها في الفرن. احمرها ازاي في الفرن؟ حطيتها في صينية الفرن اللي هي الصينية العادية، يعني احنا بنعمل فيها كيكة بنعمل فيها اي حاجة في الفرن. وحطيتها وشغلت الفرن على نار متوسطة وحطيتها واطلع ادخلها حبة واطلعها اقلب. شفت اللي بتجلي السوداني زي التجلي السوداني كده، تدخلي وتطلعي وتقلبي وتدخلي وتطلعي وتقلبي. اللي عندي لون الغلة ما بتغير بيبقى عامل زي زي القلب على حمار كده. لون الغلة زي القلب على حمار، تبقى حمارها رايق كده، حمارها بس حمار رايق كده. تحس ما الغلة بتحمريها بتطلع ريحة حلوة كده، لها ريحة حلوة. يعني وانا بحمرها كانت ريحتها كانت باينة، كانت ريحتها زهرة. يعني شوف لون الغلة اتغير وعمل مدي على لون حمار شوية. مهم. حمرتهم على على مرتين. يعني مليت الصينية دي مرتين. شوفوا الغلة غيرت لونها معايا ازاي خالص اهو، غيرت لونها. مم. بدل ان وراها اللي عند لونها ما يتغير ويقلب على حمار اهو. بهذه الطريقة، طريقة سهلة وسريعة ومش فيها اي حاجة. وهعمله معاكم ان شاء الله برضو كباب وهوريكم الطريقة بتاعته. بس انا عاملاها قبل كده يعني كنت انا جايبة من اخت حبة وعملته وجبته من ام حبة وعملته. بس اللي انا زودته فيه هما بيعملوا غلة ورز. هما بيعملوا بس حاجتين اتنين بس، غلة ورز. اني هدخل بقى عليه شوية ذرة وادخل عليه بهارات. بهارات اللي هو الفلفل الاسود الفلفل الاسمر والكمون. وادخل عليه كزبرة دي كله حصى هيروح في المكنة يندش معاها. يعتبر هما بيعملوه بس بحاجتين اتنين، انا هعمله بثلاث حاجات. وهيحط عليه 3 انواع بهارات وهيوديه المكنة. بس الحاجة بتبان من عنوانها، الريحة جميلة والشكل حلو. يعني كل يعني كنت رحت المكنة لقيت كام نفر بتعمل. يعني اليوم اللي رحت اعمل فيه لقيت نفرتين هناك بيعملوا، نفرتين تانيين بيعملوا زيهم. يعني المكنة دي ما بتشتغلش الا يعني مثلا بيجمع كام نفرة ويقوم يشغلها، لانها المكنة الطحين بتاعت زمان دي ما عادش تشتغل. اللي هو الجدوس بتاع زمان، مش الجدوس اللي هي يعتبر كانت زمان كان عامله زي الرحاية كده، زي نظام الرحاية زي نظام، مش عارفه اوصفها لكم ازاي. كانت عامله زي الرحاية بتاعت زمان اللي هي طوبتين فوق بعض وبتفرك الحياة تهرسها في بعضها كده، تهرسها في بعضها بهذه الطريقة اهي. ودخلت شوية الذرة برضه كنت جاي عندي يطلع كيلو ذرة برضه حمصته في الفرن. يعني انا حمصت الغلة على مرتين وحمصت الذرة. حتى الذرة يعني ما خدش تحمير معايا، حطيته في الفرن من هنا وبقى يعمل يفرجع كده، عامل زي ما يكون
زي ما يكون هفشره، زي ما يكون هفشره. ادي لون الذرة وادي لون الغلة، اللون الاتنين عاملين زي الايه، زي المحمرين اهم، زي المحمرين معايا. هاخدهم وننزل تحت مع بعض ونكمله. اللي فوق عند الفرن ننزل تحت اهو. هحط عيار غلة، عيارين غلة، قصد منهم عيار رز، قصد منهم عيار رز اهو. الذرة على الغلة، الاتنين قلبتهم في بعض بهذه الطريقة اهو. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. مهم. وكمان علبة الا ربع ايه بتاع غل اهو. هحط اني بقى كمان عليهم علبة وربع رز، احط عليهم علبة دي اللهم صل على النبي الكزبرة. كان عندي الكزبرة المطحونة دي، جابت نص كيلو حطيتها. وجايبة ب30 جنيه بتاع دي ب15 كمون حصى اهو. حطيتهم كلهم. مهم. وب15 برضو فلفل اسمر حصى حب اهو. الحاجه بقى انت اللي بتحبشها وتظبطها انت، يعني الطريقه هم امي اللي كانت عاملاها، بس انا ايه يعني قلت لها هعمل كذا وكذا. قالت لي يا بنت انا ما جربتش، انا ما بجربش الا ايه الا الرز والغل. قلت لها طب انا هعمل كده وهو ايه وهو ايه وهوريك ايه وهفرجك عليه. قالت لي خلاص ماشي اعملي. قالت لي انت عامه يا موسى بتعملي اي حاجه بتطلع معاكي حلو. قلت لها انا هعمله بهذه الطريقه، انا حاسه ان هو يطلع ريحته حلوه وشكله حلو. قالت لي خلاص ماشي. حطيت ادي علبه رز كده، علبه رز اهي. هجيب كمان ربع علبه، يعني يعتبر علبتين رز غله، اخد منهم علبه رز. والعلبه اللي ربع بتاع غله حطيت منها نص ربع علبه غله رز. يعني العيارين الغله حطيت جوه منهم واحد عيار واحد رز. اه ما تغسليش الرز، حطي كده نجيه بس. انا طبعا انتوا عارفين اني بنجي رز بعينه معايا عندي بيتنجي. كلفت في بعض بنفس الطريقه اهو. ولازم تحمصي الغله وتحمصي الذره وتاخده وتروحي المكنه. يعني انا حمصته وخدته ورحت المكنه على طول، ما ركنتوش، لازم يروح فيه ريحه دفيان كده. رحنا مع بعض المكنه اهو. وادي منظر المكنه. على فكره انا رحت لقيت نفرين قدامي طحنوا، وانا كنت واقفه بطحن بس مش عارفه افتح ولا اوريكم، لان الناس كانت حواليا ناس كتير في المكنه ومش عرفت اوريكم المنظر من كله. بس هي كانت المكنه شغاله وانا بوريكم المنظر. وادي منظر المكنه. ما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناه تكبر. وادي منظر المكنه من ورا، وادي منظر المكنه من قدام. دول الجدوس بتاع زمان اللي احنا كنا بنعمل عليه، يعني اتربينا لقينا نفسنا بنطحن عليه اهو. عملوه لدش الغلة ودش الرز ودش الحاجات دي اهو. متنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر وننزل لكم كل جديد. وهنعمله كباب معاكم ونوريكم المنظر، وهعرفكم ان كان طريقته حلوه طريقته ناجحه. بس الريحه بتاعته بتدل ان هو هيبقى كويس اهو. يا دوبك فيه ريحه خشانه بسيطه كده، هو فيه ريحه خشانه بسيطه، لا هو خشن ولا هو ناعم، في الوسط. هعمله معاكم كباب وهوريكم والله العظيم ان كان طلع كويس. بس انا حاسه ان هو يطلع كويس لان ريحته حلوه. السلام عليكم.